صباح الخير عليكم يا عالم. نحن الشعب السوداني والسوبيا ما اتحملتنا ولا اتقبلتنا، وهسي نحن راجعين على السودان. جينا وقفونا هنا في شهيدي وده حال المطر. يعني نحن جينا قعدنا في مكان وكلنا نزلونا في ميعة اتجاه الخور. الحكومة جات نزلتنا اتجاه الخور. نحن هسي حاليا في المعساة اللي انتم شايفينه ده. احنا بنناضل وين العالم اللي بترفع الناس، يا ترجعونا السودان يا تطلعونا برا من اثيوبيا وبرا السودان. هو حسي هم كذا مره يقول لنا الحكومات بتاعتنا ماتت عشانكم، لا نحن دايرين نموت ولا دايرين الحكومه بتاعتهم تموت. نحن فقدنا ارواح، عندنا الجرحى اكثر من 20-30 جريح، وكم من الموتى، يعني رصاص عديل قتلتهم. نحن هسي حاليا دايرين نطلع خارج اثيوبيا. هسي نحن واقفين في مدينه شهيدي ووقفونا من امس. نحن قاعدين في مدينه شهيدي دايرين نطلع من خارج اثيوبيا ومن خارج السودان، بس اي محل عامل. اذا السودان عنده حرب ما دايرين تودونا، ودونا برا السودان ان شاء الله. بشبرين من السودان، بشبرين من اثيوبيا دايرين نطلع برا. نحن ما عندنا اي حاجه لاثيوبيا ولا عندنا اي حاجه للسودان، بس دايرين الامان. نحن عندنا اطفال، اسر كبيره ومرضى، وهذا حال اثيوبيا. يعني نزلونا في الخور ده مجرح بتاع مويه وده شلال، يعني نزلونا تحت الشلال. قال لنا ما نرقد في اتجاه الزلط في المكان الامن، ونزلونا هنا. ده الشلال وده الخور. زي السنه اللي فاتت السيول شالت اطفال، الايام دي برضو السيول كثيره مدوخين 100%، يمكن تشيلنا كلنا. السيول دي تودينا قدام. نزلونا في الشلال، ده الشلال. الحكومه قالت ده مكاننا الشلال. غير الشلال ما عندنا مكان نقعد فوقه، لكن نحن اليوم ان شاء الله دايرين نتقدم، نمشي الحدود، نمشي السودان، نمشي اي دوله. دايرين نمشي، دايرين مكان عامل. يعني هسي نحن استضافونا في الشلال، كنا في الزلط قالوا الزلط ممنوع، وكنا بشرق الزلط برضو قالوا ممنوع عشان المكان سمح. نزلونا هنا، ده الشلال يا جماعه. العالم كلها تشوف ده الشلال. الشلال مويه جاريه ونحن نزلنا الشلال، فقدنا ارواح باسباب الشلال وهسي برضو نزل. شكرا.